صديقي، طيب يا بوبوش، انت كلمتنا على الاستثمار في الذهب، وبصراحة الفكرة عجباني ومتشجع ليها جدا. لكن انا خايف من شراء الذهب. مش مسألة يخسر او يكسب لانه دايما بيكسب زي ما تعودنا، لكن الفكرة انا خايف اخزنه، ما عنديش مكان اخزنه فيه، ما عنديش مكان امان. طيب يا قلب بوبوش، جبت لك الحل: صندوق استثمار الذهب. دي فكرة عظيمة جدا اصبحت موجودة في البنوك المصرية من يوم الاحد اللي فات 14/5، والفكرة قائمة باسم صندوق استثمار الذهب باسم AZ جولد. ايه هي فكرة الصندوق وايه مميزاته واقدر استفيد منه ازاي، وهل له عيوب ولا لا؟ فكرة الصندوق يا صديقي هي قائمة على مجموعة من المستثمرين اللي ضخوا الاموال بمباركة البنك المركزي، وعملوا الصندوق في كل البنوك تقدر تستثمر فيه الذهب. واشهر الشركات دي: الشركة الاولى شركة ازمونت لإدارة الاصول، والشركة الثانية هي شركة ايفوليف القابضة. والفكرة ببساطة زي ما سيادتك بتحط فلوسك في البنك وتقدر تاخدها في اي وقت، وتقدر تحس بالامان على فلوسك من غير ما تنقلها من مكان لمكان، هي نفس الفكرة في الذهب. كمان هتعفيك من انك تاخد الفلوس تروح تشتري ذهب وتروح تودعه في البنك. انت بكل بساطة ممكن ترجع للبنك اللي حسابك فيه وتتصل بيهم تقول لهم والله انا عاوز اشتري 50 جرام من الذهب. البنك بيراجع حركة بورصة الذهب اليوم وبيعرف سعر الجرام كام وبيبلغك بيه، وبيشتري لك ال 50 جرام ذهب وبيودعهم عنده في البنك على سبيل الامانة. فدي اول ميزة، انت مش محتاج مكان لتخزين الذهب وتخاف انه يسرق منك. وقت ما تحب تبيع الذهب بتاعك، سواء الكمية كلها ال 50 جرام مثلا او عاوز تبيع 10 جرام، بتتصل بالبنك وبتقول له انا عاوز ابيع 10 جرام من الذهب الموجود في حسابي. فالبنك بيراجع بورصة الذهب اليوم وبيعرف سعر الجرام كام وبيبيع لك ال 10 جرام من الذهب او ال 50 جرام كلهم، او اي كمية انت عاوز تبيعها من الذهب المدخر عنه. بصراحة انا شايف في الموضوع كله مميزات، والموضوع سهل جدا وبسيط وغير معقد. كمان هيديك جزئية الامان انك هتحافظ على الذهب بتاعك ومش خايف ان هو يسرق. كمان مش بتنزل بمبالغ كبيرة تنزل تشتري ذهب وترجع ترجع الفلوس تاني. لحد الان الموضوع ظاهر انه جميل جدا وشكله شيك وامور قوي، لكن هل المساوئ هتظهر ازاي؟ المساوئ هتظهر بالتجربة. هيكون في اكيد مصروفات على عملية البيع والشراء، ده وضع بديهي، لكن هتكون مصروفات معقولة او مبالغ فيها، ده اللي هنعرفه فيما بعد. لكن برضه هتظل الفكرة غير مقنعة للناس اللي بتحب تكتنز الذهب او تشيله بنفسها وتستمتع وتنبسط بشكل الذهب. اكيد مش هيقتنعوا بهذا. وما تنساش اللايك والشير. اشوفك دايما على خير.